السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعتذر في البداية عن تأخير الفيديوهات، انتوا عارفين ان انا بمر بظروف صعبة جدا. في ناس كتير بتقعد تبعت لي على الخاص، بجد والله انتوا على دماغي وبشكركم كتير كتير على تشجيعكم ليا المستمر. بعدي عنكم غصب عني، انا فعلا نفسيا مش مظبوطة بسبب كل حاجة بتحصل عندي في البيت. لو تلاحظوا يعني في اول رمضان انا كنت متحمسة جدا ان انا انزل فيديوهات كتير، وفعلا كان الفوت بتاعي كان عالي جدا على اليوتيوب. للاسف انا يعني نزلت لنص المستوى اللي كنت فيه، بس ان شاء الله بتشجيعكم ودعمكم ليا هستمر. وكمان يا ريت شير للفيديوهات بتاعتي عشان يعني يبقى عندي طاقه ان انا اكمل باذن الله، وكمان تعوضوني عن الخسائر اللي عماله اخسرها دي. للي ما يعرفش موضوع الفيديو بتاعي، انا في الفيديو اللي فات كنت قلت لكم ان انا عندي حاجات كتير في البيت باظت. الحاجات دي جديده وهتلاقوها موجوده عندي على القناه، انا كنت عامله عنها ريفيوهات اساسا عشان الناس بيها تستفيد. انا كان من ضمن الحاجات اللي عندي على القناه ان انا قلت لكم ان اي جهاز هشتريه جديد هعمل لكم عنه ريفيو، وكمان بعد فتره هعمل لكم عنه ريفيو عشان اعرفكم اذا كان الجهاز ده عملي معايا ولا لا. وكنت فعلا كده عرضت كل الاجهزه بتاعتي اللي انا جبتها على النت. اتفاجئت بعد فتره ان الاجهزه بتاعتي دي حصل فيها مشاكل، الشاشه بتاعتي اتحرقت واتكسرت، مش بس اتحرقت، الموبايل بتاعي كمان اتحرق، البانيو بتاعي اتكسر 3 مرات، البوتاجاز بتاعي اللي انا جايباه جديد السطح بتاعه اتحرق من ناحيه ومن ناحيه تانية بقع. تمام. فعندي مشاكل كتير جدا. ده طبعا للي ما يعرفش اللي حصل عندي في البيت، حصل عندي مشاكل كتير جدا. في رمضان انا كنت طلبت مساعده من ناس، وناس يعني معرفتنا وكده، فقالوا لي ان الشيخ اللي بيقرا ده مش هينفع ان هو يجي في رمضان. انا بصراحه كلمه مش هينفع ان هو يجي في رمضان يعني ايه مش هينفع يجي في رمضان؟ ما انت هتيجي تقرا قران في البيت وانت هتيجي تعمل ايه؟ فالموضوع ده قلقني شويه. تمام. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، في ناس طلبت ان هي تساعدني وبعتت لي وقالت لي طمنينا انت عملت ايه. انا ما عملتش حاجه خالص، انا لسه محلك سر، بس كل اللي بعمله يعني مواظبه عليه الايام دي اذكار الصباح واذكار المساء. امتى اذكار الصباح؟ بيكون بعد الفجر. امتى اذكار المساء؟ بيكون وقت المغرب. تمام. الاذكار مهم جدا، وان شاء الله ما فيش يعني كل الضرر اللي ممكن حد يضرهولك باذن الله مش هيقدروا يضروكي طول ما انت بتقري الاذكار وبتدعي ربنا. كمان عايزه اقول لكم ان اي حد هيجي يقرا لكم في البيت قراءه عاديه مفيش مشكله. تمام. اما الناس بقى اللي هي ممكن تعمل، انتوا عارفين يعني اللي انا بتكلم فيه، وحاجات بتتعرض على فكره في التلفزيونات والناس كلها عارفاه، فاحنا مش هنصدق الكلام ده طول ما احنا مؤمنين بكلام ربنا. كنت سمعت من فتره كده فيديو للشعراوي بيقول ان ممكن تكون ناس مش ممسوسه او ما عندهاش مشكله في بيتها، ولكن هي مش مؤمنه بالله تمام الايمان وقلبها مش مؤمن قوي بالله فبتتضرر. طيب ليه او ازاي احنا نوصل لتمام الايمان؟ نعرف ان علاجنا بالقران وبالسنه وبالاحاديث وبكل حاجه تخص الايمان بتاعنا او ديننا بمعنى اصح. فاحنا النهارده مع بعض في الفيديو ده ناس كتير قالوا لي على حاجات انا هطبقها معاكم النهارده، فيلا بينا هنروح مع بعض نشوف انا هعمل ايه وهمسح الشقه بايه. ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك واشتركي في القناه لو انت مش مشتركه. عايزاكم بقى تعوضوني عن يعني الغياب اللي انا غبته عنكم. شير كتير الفيديوهات بتاعتي، بحبكم في الله، احلى رفقه واحلى صحبه، بجد بحبكم جدا في الله. ودايما برجع بعد يعني ما بكون نفسيتي مش حلوه كده برجع علشانكم، لان انا عارفه ان انتم مستنييني، والناس كتير بتبعت لي على الخاص تقول لي في ايه عملت ايه. يعني ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. يلا بينا. دلوقتي الساعه عندي يعني 11:30 الصبح. تمام. انا النهارده الجمعه زي ما انتم عارفين، انا في اول الفيديو كنت بصور يوم الخميس. الناس جابوا لي العشبه دي، شوفوا شكلها عامل ازاي. العشبه دي يا جماعه في مصر عندنا اسمها الرجله، اما في الدول العربيه مش عارفه بصراحه. لو عرفت اسمها هبحث عليها على جوجل، يعني لو عرفت اسمها اعرفكم الاسم هتلاقوه في الديسكربشن تحت. بتتضرب في الخلاط. تمام. وبتتحط على الميه بتاعه مسح الشقه. هقول لكم دلوقتي انا هحط ايه كمان على الميه، يعني انا مش هحط بس اللي هي الرجله دي، ناخد العصاره بس بتاعتها وهصفي التفل اللي هو بيكون فيها دي وهمسح بيها. هو بيقولوا حلو للاسحار، ويعني لو في حد عنده حسد او سحر او مشاكل في البيت ان هي كويسه للحاجات دي. العشبه دي كمان حلوه جدا صحيا للاستخدام صحيا، يعني لو حد عنده مشاكل في القولون، مشاكل في القلب، بتقوي المناعه، في ليها حاجات كتير جدا طبيه انتم ممكن تبحثوا عنها على جوجل او تسمعوا الدكاتره بيتكلموا يعني في الطب اللي هو بالاعشاب وكده. المهم هناخد ده دلوقتي كده ونروح نضربه في الخلاط ونطلع منه العصاره بتاعته. بصوا بقى دي الميه اللي هي بتاعت المسح، ميه عاديه خالص، انا ما حطيتش فيها اي حاجه. تمام. كل اللي هحطه فيها بس ملح اهو. هبتدي احط فيها حوالي نص كيس صغير كده من الملح اهي الشرشوبه بتاعتي. طبعا لا هحط بقى صابون ولا هحط اي حاجه،
المفروض ان هي بتتاخد الميه بتاعتها كده بتستخدميها على طول في ميه المسح، بس انا هصفيها عشان ما تبهدليش برضو الارض لاني لسه فرشه يعني ما شلتش السجاد والحاجه اللي في الارض. بيقولوا لي بقى ده بتفك الاسحار وبتفك مش عارف ايه حاجات غريبه كده، فانا هجرب. خدت كل الخلاصه اللي فيها اهي، هشيل بس دي كده وابتدي نروح نمسح بقى مع بعض. اول مره في حياتي اعمل حاجه زي كده. بصوا غيرت لون الميه ازاي، بصوا خلت لون الميه مخضر شويه كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل زي ما قالوا لي وهنمسح في اماكن معينه كده في الشقه. بصوا بقى العتاب بتاع باب الشقه هنبتدي بقى نستخدم من الميه هنمسح بيها بالشكل ده كده، تمام. وطبعا قدام باب الشقه برضو لازم نمسح برضو بالشكل ده كده. اي مكان حد بيعدي منه لازم يتمسح كله كده. هم قالوا لي كده، انا ما اعرفش بقى، احنا هنجرب مع بعض اهوت وهقول لكم على النتائج يعني، تمام. فكل العتاب حتى العتاب بتاع بيبان الاوض مش بس عتاب باب الشقه، برضو دخلت البلكونه كده برضو من هنا. انا بقى هدي الشقه كلها مسحه بيه كده سريعه. ده الملح الخشن ده اللي كان متوفر عندي وقلت اوريه لكم. ده الملح الخشن اهو، شايفين شكله عامل ازاي؟ بس ده غير ده، دي اسمها شابه. وده بقى مجموعه حاجات بتيجي من عند العطار كده، هو بيعمل لك الخلطه على بعضها. قولي له ان عايزه ابخر البيت. ده فحم، تمام. هبتدي بس اخد بقى، هو قال لي بقى تاخدي منه وتبخري البيت. هبتدي اخد واحط كده بالشكل ده، وربنا يستر عشان ماما كانت بتعمل الحاجات دي وكانت بتقوم مفرقعه الملح ده. فهنشوف كده. حط كمان بقى اللي هو الملح الكبير نجرب. طبعا انت كده بقى ممكن تستخدمي اي نوع من البخور، بس يفضل ان البخور اللي هتستخدميه في التبخير يكون بخور المسك. يعني انا حطيت الخلطه اللي انا جايباها من عند العطار دي، ودي خلطه زي ما قلت لكم. قولوا له انا يعني عندي حسد في البيت، عندي مشاكل في البيت، فعايزه خلطه تكون جاهزه تتبخر بيها، تمام. الخلطه دي انت بتجيبيها وبتحطي عليها اي نوع من البخور اللي انت بتحبيه، لكن طبعا نصيحه انك تحطي البخور اللي هو المسك، يعني بريحه المسك، لان الشياطين والجان بيكرهوا جدا على فكره ريحه المسك. وزي ما انت شايفه انا بروح في الزوايا بتاعه الشقه وببتدي ابخر بالبخور ده واوزعه كده في الاركان وفي الاماكن اللي زي كده. بصوا هنا انا ببخر بوسي بقى من عين الحسود ومن عين البتاع، هي كانت مخضوضه من شكل الدخان بتاع البخور. المهم ان انت وانت ماشيه كده في الشقه تفضلي تقري قل اعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل اعوذ برب الناس 3 مرات، وقل هو الله احد 3 مرات، وانت ماشيه في الشقه. اقري سوره الكرسي كمان 3 مرات، واقري خواتيم سوره البقره، هي الكرسي وامن الرسول بما انزل اليه من ربه، تمام كده. طول ما انت ماشيه في البيت اقراي قران. وزي ما قلت لكم قبل كده ما تنسيش تحصني نفسك بالاذكار، اذكار الصباح واذكار المساء. الوقت اللي انا ببخر فيه ده كانت حوالي الساعه دخلت على 12. اما موضوع المسح ده يحبذ برضو ان هو يكون قبل الصلاه، والبخور يكون قبل الصلاه بتاعه الجمعه، تمام. انا كده دخلت كل الاوض زي ما انتم شايفين اهو، بدات ابخر ومع قراءه الصور اللي انا قلت لكم عليها. المعوذات ما فيش فيه منها اي مشكله خالص. المعوذات اصلا دي تعتبر تحصين لاي بني ادم، وكمان بنحصن من القران. في طرق تانية هم قالوا لي عليها ان شاء الله برضو هنجربها مع بعض في الفيديوهات اللي جايه. بس الاول عايزه اشوف كده يعني النفسيه هتكون مرتاحه اكتر مع التبخير ومع الحاجات اللي انا عملتها دي ولا لا. انا هقول لكم عن النتائج في الفيديوهات اللي جايه. استنوني في الفيديو الجاي ومع الف سلامه.